بتقبضي كام؟ ويا ترى المحاماة مربحة وبتحقق أرباح كتيرة ولا لأ؟ الحقيقة إن ده أكتر سؤال أنا بتسأله من أول ما بدأت أمسك شغل لغاية دلوقتي. وطبعا بما إني بدأت أشتغل من وأنا لسه في الكلية، كل مرحلة في حياتي كان ليها دخل مختلف وكان ليها أساسيات مختلفة جدا. طيب مبدئيا السؤال ده في مرحلة من مراحل حياتي كان مزعج جدا بالنسبة لي، وساعات كنت بقدر ليه الناس بتسأله، لأن أحيانا كنت بتسأله من محاميين هم عايزين ياخدوا الخطوة، خصوصا أول ما بدأت أفتح مكتب محاماة. فكان كل مثلا مفكر ان انا لسه بتدرب او لسه ما بشتغلش وكده، فلما اقول لهم ان انا لا انا عندي مكتب وبشتغل، فبيبقوا بيسالوني انت بتقبضي قد ايه، من باب ان هم عايزين يعرفوا هل فعلا ياخدوا الخطوه، ولا الخطوه صعبه، ولا يعملوا ايه، ولا هل فعلا هيعرفوا يحققوا ارباح ولا لا. هجاوبكم عليها بالتدريج. اول حاجه انا بدات اشتغل في 2017 شهر 8 2017. ده بداية شغلي. أنا كنت وقتها في الأجازة اللي هي ما بين أولى كلية وتانية كلية. اشتغلت في الفترة دي، كان الراتب وقتها كنت باخد راتب شهري 1000 جنيه في الشهر. استمريت في الشغل لغاية ما خلصت كلية، لغاية سنة رابعة كلية كنت بقبض 1500، وصلت ل1500 في الشهر. بعد ما اتخرجت على طول بدأت آخد 2000 جنيه في الشهر و50 جنيه كل يوم. واستمريت في الشغل تقريبا من 4 شهور ل5 شهور. بعدها بعد حوالي 3 شهور بدأ يجيلي شغل خاص بيا. طبعا طول فترة الكلية وكمان بعد التخرج أنا كان ساعات ممكن يجيلي شغلانة خاصة، حاجة بسيطة أعملها، بس يعني ما كنتش لسه حتى بقول حتى إن أنا محامية يعني، لأن لسه بتدرب لسه بتمرن وكده. بعد ما خلصت شغل بحوالي 3 شهور بدأت أعرف الناس بيا إن أنا محامية، بدأت إن أنا فعلا أكون عارفة أشتغل، وبدأت إن أنا أكون عارفة إن أنا أمسك قضايا. وبالفعل بدأت أمسك قضايا كويسة بعد 3 شهور. قبلها كان ممكن مثلا قضايا أسرة بسيطة، نفقات، صحة توقيع، كده يعني. وبعد 3 شهور بدأت إن أنا أستقل خلاص، أوقف المرتب وامسك شغل خاص بيا. في الفتره دي كان الدخل بتاعي كان مختلف، يعني مش ثابت على حاجه. اشتغلت واستمريت في الشغل 3 شهور لوحدي، غير ال3 شهور اللي هم بعد التخرج. 3 شهور بمسك قضايا خاصه بيا. كان ساعتها مثلا ممكن باخد في قضايا معينه 5 10 15. اكبر قضيه اخدتها في خلال ال3 شهور دولت كانت 20000 جنيه، ودي كانت اكبر رقم خدته في خلال ال3 شهور دول. متوسط عدد القضايا وقتها كان بيتراوح يعني في خلال ال3 شهور دولت تقريبا ممكن 15 قضيه او 16 قضيه، لان انا كنت عامله احصائيه. بعدها بعد ال3 شهور دول حصل لي كده دروب في حياتي، وقعدت لمده شهر ونص في البيت، ما انزلش خالص، مش ما اطلعش من البيت، لا ده انا ما اطلعش حتى بره اوضتي. فالحقيقه ان انا كنت بعتبر ان الفتره دي كمان فتره زي نقاهه كده، لان فعلا من وقت ما انا كنت في الكليه انا كنت يا اما بشتغل يا اما بدرس، يا بشتغل يا بدرس. فما كانش في خالص رفاهيه اخدتها، او ما كانش عندي احتكاك بالعالم الخارجي. يعني تقريبا انا قعدت طول ال4 سنين دول بالاضافه اللي بعدهم انا ما اعرفش حاجه تقريبا عن الحياه. انا كنت شغل ودراسه بس، مفيش تقريبا حاجه تانية بعملها. ماشي ساعات ممكن اخرج بتاع، بس ده كان قليل جدا. ولان انا كانت كليتي في محافظه تانية غير محافظتي، فكنت مش ناس كتير جدا تعرفني في المحافظه اللي انا هبدا فيها شغل، اللي هي كفر الشيخ. انا من كفر الشيخ، والكليه اللي انا كنت بدرس فيها كانت في اسكندريه. فبدأت أخدت شوية كده قاعدة مع نفسي، زي فترة نقاهة كده، واعتبروها اكتئاب، اعتبروها زي ما تعتبروها يعني. بس الحمد لله بدأت بعدها بقى، نزلت بس بقوة. نزلت بعدها رجعت المكتب اللي أنا كنت فيه، وبدأت أتكلم على إن أنا محامية. أي مكان بروح فيه بروح إن أنا محامية، ستايل لبسي محامية، بليزرات رسمي فورمال على طول يعني. خلصت بدأ بقى وقتها ان يجيلي شغل كتير جدا. المكتب اللي انا كنت فيه كنت انا اعتبر شايلاه من الالف للياء، من ناحيه الشغل، من ناحيه كل حاجه. والمكتب اللي انا كنت بتدرب فيه كنت بستقبل فيه موكليني، يعني لو حد عايزني في شغل او كده كنت بستقبله في المكتب اللي انا شغاله فيه. استمرت على الوضع ده 6 شهور.
في خلال ال6 شهور دولت كنت باستقبل الموكلين في المكتب اللي أنا باتدرب فيه. حسيت بعدها إن الموكلين كتروا شوية، في خلال ال6 شهور دولت بدأت إن أنا أطلب قضايا بأرقام، بدأت إن أنا أعلي الأتعاب بتاعتي شوية، وبدأ فعلًا ييجي لي شغل، بدأ فعلًا إن أنا أنتشر في المكان اللي أنا قاعدة فيه، والناس تعرفني وتثق فيّا، لإني كنت باجتهد جدًا، فده كان بيخلّي إن الناس تبقى مرتاحة وهي مدياني شغلها، يعني كانت بتحس بالأمان وهي مدياني الملف بتاعها، لإن والله كنت باجتهد جدًا، عارفة إن ما فيش حد بيقول على نفسه كده يعني، بس حتى الموكلين بتوعي هيكونوا عارفين الكلام ده كويس أوي. في خلال ال6 شهور دولة يعني كان متوسط الأتعاب بدأت إن أنا مثلًا إيه، آخد من 10 وطالع. أعلى رقم حققته في خلال ال6 شهور دولة كانت قضية أخدت فيها 85,000 جنيه، والقضية ديّة يعتبر هي كانت بداية المكاسب ليّا، ليه؟ لإن القضية ديّة كنا بنحل فيها ودّي، كنا عايزين نوصل لحل ودّي فيها، فالطرف بتاعي اللي هو الموكلين بتوعي قالوا عشان نحل ودّي لازم إن الطرف التاني اللي هو الخصم يدفع أتعاب المحاماة اللي هم دفعوها علشان نخلص الموضوع. أتعاب المحاماة دي قد إيه؟ 85,000 جنيه، أو إحنا دفعنا 85,000 جنيه. فالمحامي الخصم كان بيكلمني يعني عشان يشوف هنحل إزاي، هنعمل إيه، مش عارفة إيه وكده. فلمّا عرف إن أنا واخدة 85 فهو نشر الموضوع ده في المحكمة، يعني مش أنا اللي نشرت نفسي، بدأ يقول للناس كلها، بدأ في غرفة المحاميين يقول إن أنا أخدت في القضية 85، بدأ يعني الموضوع ينتشر جامد، لدرجة إن في ناس من عيلتي وصل لها الموضوع. فهو يعني ممكن من غير ما يقصد هو بيتكلم اللي هو إزاي يعني محامية بادئة وخدت 85,000 في قضية وبتاع، ولكن الموضوع كان جه معايا بطريقة إيجابية، إن الناس كلها عرفت إن ساعتها إن الأتعاب بتاعتي عالية، وقال لك لأ خلاص بقى، خدت 85,000 جنيه في قضية، لأ دي واصلة بقى وبتاع، مع إن ده كان أكتر رقم أنا خدته في خلال ال6 شهور دول، بس تمام. المهم جيت بعدها بعد ال6 شهور دولت قررت إن أنا هافتح مكتب محاماة، والحقيقة إن أنا فتحت المكتب وقتها، عايزة أقول من الألف للياء أنا اللي مجهزاه، ما فيش حد ساعدني فيه بجنيه، يعني لو حد ساعدني فيه بجنيه يقول. فالمهم رحت وأجرت المكتب، دفعت المقدم والتأمين وفي سمسرة، وجبت كل الحاجة اللي في المكتب، وهابقى أعمل لكم فيديو إزاي جهزت المكتب برضه كله يعني. فصرفت كل الفلوس اللي أنا كنت جايباها، اللي أنا كنت حوشتها، صرفتها في إن أنا جهزت بيها المكتب بتاعي، وبدأت قعدت في المكتب وأنا خلاص كل اللي أنا كسبته في خلال ال6 شهور اللي فاتوا أنا فتحت بيهم المكتب. طيب وعايزة أقول برضه على نقطة مهمة، أنا كنت مصممة جدًا إن أنا ما حدش يساعدني، يعني لمّا كان اتعرض عليَّ من البيت وكده إن حد يساعدني، أنا كنت مش حابة خالص لسبب بسيط جدًا، إن أنا مش عارفة إذا كان المكتب هينجح والّا لأ، وإذا كنت أنا هانجح في المحاماة بنسبة كبيرة، مع إن عندي جزء من الموكلين كنت جمعتهم قبل ما أفتح المكتب في خلال ال6 شهور اللي أنا قُلت لكم عليهم دول. بس أنا مش عايزة أحس إن أنا مدينة لحد، يعني عارفين مثلًا كده الطالب لمّا بيبقى بيذاكر أوي فبيقول لك أنا أهله بيبقوا صارفين جامد، فبيبقى صعبان عليه أهله اللي هو عايز يعمل حاجة كده عشان يفرّحهم أو كده، أنا كنت حاسة إن أنا مش عايزة أكون في النقطة دي، مش عايزة إن أنا أكون عايزة أعوّض حد أو إن أنا لأ، أنا كنت عايزة هافتحه حتى لو هيفشل، مش حاسة إن أنا في حد ساعدني وإن أنا كده في حد منتظر منّي حاجة، لا، لا، لأ. مع إني عندي إصرار وباجتهد وعندي إحساس قوي إن أنا هانجح، وكنت باجتهد جدًا. برضه وأنا بافتح المكتب كنت مترددة شوية، يعني مش عارفة هل أفتح المكتب والّا ما أفتحوش، بس كنت حاسة إن أنا لو فتحته هيبدأ. كان عندي وقتها موكلين، تقريبًا عدد القضايا وقتها كانت ممكن مثلًا 35 قضية والّا حاجة، بس 35 ده مش كتير ليه؟ لإن مثلًا ممكن يكون فيهم 5 قضايا لموكلة واحدة، مثلًا قضايا أسرة مثلًا، فبيبقى موكلة واحدة مثلًا لها 5 قضايا، ف35 كانوا مش كتير، فأنا مش عارفة كمان لسه هل كنت حتى باقعد أقول لهم أنا مش عارفة لمّا القضية دي تخلص طب أنا هاعمل إيه بعدها؟ أنا مش عارفة إن لمّا القضايا دي تخلص طب أنا هاعمل إيه بعدها أو كده. فالمهم إن أنا اكتشفت بعدها إن القضايا ما بتخلصش، وإن رول المحكمة يكفي للمحامين كلّهم وزيادة. فبدأت فتحت المكتب ومنتظرة القضايا الجديدة اللي هتيجي، أنا شغّالة على القضايا اللي كانت بادئة بيها قبل ما أفتح المكتب. ف قعدت وقتها فترة
اول موكل جديد جالي بعد ما فتحت المكتب، اول موكل جديد مش من القدام، اول موكل جديد جالي بعد حوالي 25 يوم تقريبا. كان 25 يوم لان ما كنتش قفلت الشهر. المهم في خلال ال 25 يوم دولت بقى كانوا اصعب فتره انا بتسال فيها انت بيخش لك اتعاب قد ايه. ليه؟ لاني حاسه ان انا المفروض اصلا يكون بيخش لي قد ايه عشان اكون ناجحه يعني. الناس بتسالني السؤال ده كل شويه، انت بيخش لك اتعاب قد ايه؟ لا انت كده المفروض بقى فاتحه المكتب ومش عارفه ايه، والمفروض بيكون بيخش لك. هو ليه المفروض اصلا؟ فبدات ان انا بجد من اول يوم فتحت فيه المكتب وانا بتسال السؤال ده. بتساله ليه مقارنه مثلا بغيري ممكن يكون مش بيتسالوا نفس الاسئله دي؟ لان الناس عارفه ان انا عندي شغل من قبلها، يعني الناس عارفه ان انا عندي شغل من قبل ما افتح مكتب محاماه. فالحقيقه ان انا ما كنتش ببقى حابه ارد على السؤال ده خالص، وكنت بحس ان انا ايه، ان هو محبط، ان كأن ده مقياس النجاح بالنسبه للي حواليا. فبدات ان انا ما اركزش مع حد خالص، اركز بس في شغلي. والحقيقه ان انا ساعتها كنت بشتغل بكل امانه يعني بكل اجتهاد. وبعد 25 يوم بدا يجي لي الشغل. فبدات ان انا ايه، اطلب اتعاب. فبدات الاتعاب بتاعتي تكون متفاوته، بس بدات ان انا اخد ارقام. يعني مثلا برضو جالي مثلا وقتها قضيه ب 100، بعدها جالي قضيه ب 120. فطبعا ده مش على مدار السنه، لا في قضايا اقل من الارقام دي. انا بكلمكم على الحد الاقصى في الاتعاب. فانا عايزه اقول ان اللي بيحدد انت بيخش لك اتعاب كتير ولا اتعاب قليله هي كذا عامل، مش عامل واحد بس. على فكره، اقل عامل مؤثر في الموضوع ده هو عدد القضايا. الناس تقول ان اللي معاه عدد قضايا كتير هو اللي بيكسب فلوس اكتر، لا، هي الفكره في نوعيه القضايا. يعني انت ممكن يكون عندك قضيه واحده بس بتاخد فيها اتعاب قد واحد تاني عنده 15 قضيه مثلا بياخد فيهم اتعاب يمكن اقل من القضيه الواحده اللي عندك دي. نوع القضايا هو اللي بيفرق، انت اتعابك بتكون قد ايه. بعدد القضايا عامل برضو مؤثر، بس مش اللي هو العامل المؤثر الوحيد، ومش هو العامل المؤثر القوي. برضو في عامل ثالث مؤثر، وهو المكان اللي انت بتشتغل فيه. يعني في اماكن بيكون فيها القضايا اتعابها عاليه شويه مقارنه باماكن تانية. فعايزه انهي الموضوع ان لكل مجتهد نصيب. اتعاب المحاماه مش ثابته، مفيش حد يسال حد انت بيخش لك كام شهريا، لا، هي مش بالشهر، هي الاتعاب متفاوته من شهر للتاني، ومتفاوته من محامي لمحامي. فمش قاعده ثابته، في حد ممكن يكون بيخش له ملايين، في حد بيخش له مئات الالوف، في حد بيخش له بالكام الف كل شهر. فهي مش قاعده.